في اطفال في روسيا بيلعبوا في الشوارع زي مصر. هو ما فيش حد هنا بيلعب في الشارع علشان في اماكن شبه ساحات اللعب كده موجوده قدام المدارس وقدام في حدائق مثلا والاماكن ديت، فممكن اي حد يروح يلعب فيها ببلاش، تجمع بقى فرقه خمسة خمسة مثلا وتروح تلعب، او مثلا تروح تأجر مكان تلعب فيه لو انتوا مثلا فرقه كبيره 8 اشخاص مش عارف 9 اشخاص هكذا. بس ما حدش بيلعب في الشارع عشان الشارع فيه عربيات وكذلك في تلج وفي دنيا يعني. ففي اماكن كتير للعب الكوره مش لازم في الشارع يعني. الزباله في روسيا، هو في روسيا في كل مكان، قدام المحلات قدام الباركات قدام البيوت قدام في كل حته تلاقي صندوق زباله صغير كده تحط فيه الزباله، وفي صناديق زباله كبيره طبعا في كل حته. فطبعا اي حد يرمي زباله على الارض فيها غرامه، وما فيش حد اصلا بيرمي زباله على الارض عشان في سلات زباله في كل حته حرفيا. ايه السبب انك ترمي على الارض لو في مليون الف سله زباله؟ ففعلا الشوارع حوالي 90% من الشوارع كلها نظيفه مفيش فيها زباله خالص، والناس يعني محترمين القانون ده. بتشرب مياه معدنيه ولا من الحنفيه في روسيا؟ هو المياه المعدنيه كويسه جدا طبعا، ومياه الحنفيه وحشه جدا وحشه جدا جدا جدا. مش مخصص اصلا للشرب. يعني في اماكن اصلا يقول لك اوعى تشرب منها عشان فيها بقى معادن وحاجات هبله كده، مش مخصص للشرب خالص. فانت ممكن تروح تشتري ميه معدنيه، او ممكن تشرب من الفلتر، تجيب فلتر صغير وتشرب منه. ميه معدنيه بقى هنا في نوعين من الميه، ميه عاديه وميه غازيه فيها غاز. فانت خلي بالك الميه اللي تشتريها ما تكونش غازيه لو مش بتحب الغاز. في ناس مش بيحب الغاز يقول لك ايه يا عم الطعم ده، في ناس بيحب الغاز يقول لك لا الغاز احسن صحي ومش عارف ايه وهكذا يعني. بس ميه من الحنفيه بلاش خالص، اما من فلتر اما ميه معدنيه. هل في بلطجه في روسيا؟ هو انا بقالي دي السنه الخامسه ليا في روسيا ما شفتش اي حاجه من الحاجات ديت. هو اكتر حاجه ممكن تحصل خالص انه مثلا يكون واحد سكران في الشارع وانت ماشي بالليل الساعه 10 11 بالليل مثلا، ويقول لك مثلا تعال عايز اكلمك، هات فلوس. هو بس يقول لك تعالى اكلمك، الكلام ده بيكون سكران يعني عاوز يلعب معاك اللي هو اي حاجه وخلاص، فاهم قصدي؟ بس هو مش عايز يأذيك اللي هو عادي يعني. ف لا ما شفتش بلطجه بامانه. هو اكتر حاجه اللي هو شغل السكرانين ده، يقول لك تعالى اقول لك كلمه، هات لي فلوس. اول ما يقول لك هات لي تعالى اقول لك كلمه تروح له يقول لك مثلا عامل ايه، الطقس عامل ازاي، يقعد يتكلم عشان هو سكران بقى اي حاجه بيقولها، فاهم قصدي؟ بس مش هيموتك، مش هيعمل لك حاجه يعني. فلا الدنيا كويسه، في شرطه في كل حته وفي كمارس في كل حته، والموضوع يعني مكان كويس ان شاء الله. تدفع كام للنت في روسيا؟ وانا مشترك شريحه اسمها شريحه يوتا، من احسن الشريحات اللي انا من احسن شركات الاتصال اللي ممكن تعمل فيها شريحه نت حرفيا. في شركات نت كتيره، كتير قوي في روسيا، وكلهم كويسين يعني. فهو النت ممكن من 400 روبل 500 روبل شهريا طبعا يكون حاجه كويسه. 400 500 روبل يديك 50 جيجا نت ودقائق زي ما انت عاوز بقى، وتظبط الدنيا زي ما انت عاوز. بس هو ممكن 400 500 روبل حاجه كده تكون كويسه. والنت هنا برضه سرعته مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، اللي هو وسط. وكمان في معلومه، اغلب الاماكن هنا فيها نت، يعني مثلا في مستشفيات فيها نت، محطه المترو مثلا فيها نت، اماكن حكوميه فيها نت، سكن جامعي فيه نت. فده هيوفر عليك جيجات لو عايز مثلا تحمل فيلم تحمل حاجه، ده هيكون موفر ليك يعني عشان ما تخلصش النت بتاعك. نصيحه، اول ما تيجي روسيا، اول ما تيجي روسيا لاي حد جديد، اول حاجه لازم تعملها تخلي بالك من الورق بتاعك، ما تضيعوش في اي حته. تخلي بالك من نفسك عشان في مغريات كتيره، وفي اي بلد خلي بالكم يعني مش في روسيا بس. وبس تتذكر عيلتك وتتذكر ربنا، وكل حاجه تبقى كويسه، مفيش حاجه يعني وحشه هتحصل ان شاء الله. بس تخلي بالك من ورقك اهم حاجه، عشان الورق ده يا جماعه لما يضيع هو بيطلع غيره، بس تروح بقى تلف وتروح هنا وهنا وهنا، وبالاخص لو مش معاك لغه هيكون الموضوع بالنسبه لك صعب. ف وجواز السفر ده اهم حاجه طبعا يعني. الاكل الحلال في روسيا، والاكل الحلال في روسيا موجود في كل المحلات، في اغلب المحلات يعني اكتر المحلات. في محلات جزارين حلال بيكون فيهم الاكل الحلال ده كله، هم تابحينه او مثلا جايبينه من شركات وعارفين انه حلال الى اخره يعني. فالاكل حلال بس بيكون اغلى سيكه من الاكل العادي، للاسف يعني. بيقول لك حلال فنغلي السعر شويه عشان الناس تشتريه، فهو يكون اغلى شويه من الاكل العادي سعره. بس في منتجات حلال في كل حته، حتى المحلات الصغيره تروح تلاقي مثلا في لانشون حلال، في فراخ حلال، كبده حلال، يعني في حلال في كل حته. معلومات خاطئه عن روسيا، وهو اكتر معلومه خاطئه كنت الناس قالوها لي اول قبل ما اجي روسيا يعني، هي ان روسيا كلها سكرانين. وده حاجه غلط جدا عشان مش كل الناس بتحب تسكر. في ناس كتير اصلا ما بتحبش تشرب ولا بتحب الناس اللي بيشربوا، وفي ناس بيشربوا اللي هو يشربوا ويناموا، مش يشربوا عشان يبقوا سكرانين بقى ويضايقوا الناس وهكذا. فمش كل الناس بتشرب، ده معلومه غلط جدا للاسف يعني.
قعدوا يقولوها كل روسيا بتشرب، كل روسيا مش عارف ايه. فده لا، مفيش الكلام ده. في واحد يقول لك اعرف ناس ادبي دخلوا طب في روسيا. والله هو هنا في ناس بتخش من ادبي، ناس تخش من علمي، ناس تخش من علم رياضه، يعني في حاجات كتير قوي. بس هو ما يتوقفش على الحوار ده، يتوقف على الشخص نفسه. هل الشخص فعلا هيذاكر ويبقى قد المسؤوليه ويدرس طب كويس، ولا هو جاي عشان اي حاجه سبب فرعي بقى، يشتغل، يعرف بنات، يلخ يعني. فهو بيتوقف على الشخص نفسه، هو جاي عشان ايه. والله ما تفرق لو واحد متخرج من ادبي او متخرج من علمي، هو تفرق على الشخص نفسه وعلى الدراسه بتاعته، وهيكون عامل ازاي في الدراسه. يعني هو ممكن اسكن لوحدي لو طالب، ممكن تسكن لوحدك لو طالب. انا عشت لوحدي مثلا يجي حوالي 3 سنين. تأجر اوضه في اوبش تعيش لوحدك، ده ارخص حاجه موجوده هنا. او تأجر شقه برضه تعيش لوحدك، تأجر استوديو تعيش لوحدك. انك تاخد اوضه لوحدك في السكن الجامعي تكون صعبه شويه، عشان الاوض اما ثنائيه او ثلاثيه، وفي اوض رباعيه. بس ممكن تعيش لوحدك في اي خيار قلت لك عليهم. بس الفكره هتكون سعر اكتر شويه. تدفع مثلا في السكن الجامعي، بدفع انا 6000 روبل شهريا. في الشقه لو لوحدك ممكن تدفع مثلا 20000 روبل. اوضه في اوبش ممكن تدفع 10 12 حاجه كده. فلو معاك فلوس يعني خلاص دوس واقعد لوحدك. بس لو بتوفر، لا، شوف سكن جامعي طبعا او شقه مع اصحابك. مرتب 40000 روبل يكفيك في روسيا. 40000 روبل في الشهر لو انت عايش لوحدك يعيشك حياه حلوه جدا بامانه. قول مثلا انك بتأجر شقه او اوضه في اوبش، اوضه في اوبش مثلا ب 15000، وبتاكل مثلا نقول ب 15000 كمان في الشهر، كده 30000. يبقى لك 10000 تعمل بيهم اي حاجه. بس ال 40000 في الشهر ده مش هتعرف تشتري بيهم الايفون، مش هتعرف تشتري بيهم عربيه، مش هتعرف تشتري بيهم شقه. قليله سيكه يعني. فلو مثلا 80000 90000 100000 في الشهر، لا انت كده عديت في روسيا، عديت حرفيا يعني. ايه هي مميزات الغربه؟ مميزات الغربه، اهم ميزه للغربه انها بتخليك تعتمد على نفسك وغصب عنك. يعني تعتمد على نفسك وغصب عنك. يعني ايه؟ يعني مثلا النهارده جعان اهوت، يعني غصب عني لازم اعمل اكل. اما اروح اشتري بقى اكل واضيع فلوس كتيره، وبعدين الفلوس ديت ممكن احتاجها بعد كده، اقول ايه ده، يا ليتني عملت اكل، ما اروحش صرفت مثلا 500 روبل او 1000 روبل على اكل من بره وما يشبعش ومش صحي. فانت غصب عنك عايز تغسل لبس، غصب عنك هتروح تغسل لبس. عايز مثلا تعمل اي حاجه غصب عنك تعملها. انت اللي بتعمل كل حاجه، تنظف اوضتك انت اللي بتعمل، ترتب سريرك انت اللي بتعمل. فالغربه بتعلمك تعتمد على نفسك من الالف للياء، وبجد تخلي الواحد فعلا يعتمد على نفسه. حاجه حلوه جدا بامانه. صيانه الموبايلات في روسيا، هو التليفون بتاعك لو بايظ تروح على اي محل صيانه وتصلحه، وبيكون الفلوس مش غالي قوي. ممكن مثلا اوقات ب 200 روبل، 300 روبل، 400 روبل، 1000 روبل. الحاجات مش غاليه عادي يعني. بس انت بقى لو هتغير شاشه فيها كلام تاني بقى. يعني مثلا في واحد صاحبي كان مغير شاشه بتاع تليفون سامسونج الترا حاجه 22 23 حاجه كده. راح غير الشاشه بكام؟ ب 5000 روبل. وكمان يقول لك عليها ضمان مثلا 3 شهور. ليه؟ عشان لو مثلا بعد 3 شهور الضمان خلص والشاشه باظت، ما لهمش دعوه. فتغيير الشاشه غالي جدا طبعا. 5000 روبل ده مبلغ يعني كبير جدا. بس الصيانه العاديه بقى لا، الصيانه رخيصه وفي اي حته يعني. هل جنسيتك المصريه بتسبب لك مشاكل في روسيا؟ لا، ما حصلش خالص. جنسيتي المصريه ما سببتليش اي مشاكل. آه والناس اصلا بيحبوا المصريين، يقول لك اهرامات ونفسنا نروح اهرامات وفرعون وفراعنه والكلام بتاعهم ده. لا، ما سببليش اي مشكله خالص، ولا حتى انك اجنبي بتسبب لك مشاكل. عادي. بتتعامل معامله كويسه، محدش بيتعنصر عليك، محدش بيقول لك مثلا حاجه مش عاوزها. حتى في المدرسه، مدرسه ايه، حتى في الجامعه الدكاتره تت مثلا مع طلاب الروس محدش بيقول لك حاجه. عادي، زيك زيهم يعني. وبالاخص لو انت عارف بقى اللغه الروسيه تكون حاجه جامده جدا بالنسبه لهم. علشان اشتري عربيه محتاج اشتغل كام شهر في روسيا؟ عشان تشتري عربيه، اعتبر العربيه مثلا نقول عايزين عربيه حلوه مثلا مليون روبل مثلا، اللي هي تقريبا حوالي 600 الف جنيه حاجه كده. فالمليون روبل ديت، انت مثلا لو بتشتغل في الشهر افترض ب 50000 روبل كل شهر، هتصرف منهم للسكن وللاكل ولكل حاجه 30000، فتوفر كام؟ 20000 في الشهر. احسب بقى كام 20000 محتاج عشان تشتري عربيه بمليون. فانت تحسبها بقى. فعشان كده في ناس كتيره بياخدوا اقساط من البنوك، او بيسموها ايه والله مش عارف، وديعه ولا بيسموها مش عارف. انهم بياخدوا فلوس من البنك انهم يشتروا حاجه، وبعدين يسددوا للبنك مع مرور الزمن، حاجه بفوائد حاجه كده تقريبا.
فهو الموضوع ده هما اللي بيعملوه، اما بقى بتشتغل شغل بيجيب لك فلوس اكتر عشان توفر اكتر وهكذا والدنيا تمشي، او تأجر بقى عربيه. هل الشخص الملتزم يقدر يعيش بسهوله في روسيا؟ جدا. ليه بقى؟ عشان في هنا دوله، هي مش دوله منفرده، هي جوه الاتحاد الروسي، هي داجستان. داجستان دول يا جماعه آه، حتى الداجستانيين بيسموا دولتهم يقول لك دوله الشريعه. هم كلهم بدقن، حالقين شنبهم وبدقن وفاهم اللي هو ناس كتيره منهم جدا، تقريبا كتير قوي. كل الداجستانيين تقريبا غير اتنين تلاته كلهم نفس الاسطمبه يعني. فالروسيين مخلطينهم وعارفينهم، وبالاخص الداجستانيين عارفين روسي عشان اللغه بتاعتهم الاساسيه في داجستان اصلا اللغه الروسيه، عشان متقسمين لشعوب كتيره وكل شعب ليهم لغه، عشان كده بيتكلموا اللغه الروسيه عشان تجمعهم يعني. فهم عايشين هنا في روسيا عادي ومحدش بيعمل لهم حاجه وكمان ايه، دول انجح ناس شفتهم هنا اصلا في روسيا، معاهم فلوس وبتاع، فلا عادي تعيش عادي يعني. هل الاطفال الروس بيحبوا القراءه؟ هو اللي انا شفته من الاطفال الروس بامانه بيحب التيك توك والانستجرام والحاجات دي، شبه اي حد دلوقتي في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه، بيحبوا التيك توك وبيحبوا يقعدوا يقلبوا تيك تيك تيك، واليوتيوب الشورت يقعدوا يعملوا كده مش عارف ايه. مبقاش حد بيحب القرايه زي زمان للاسف، كله الكتروني خلاص. بقى الاكل الروسي حلو؟ الاكل الروسي بالنسبه للروس حلو، بالنسبه للمصريين مش حلو. ليه بقى؟ علشان مفتقر لحاجات كتير قوي. احنا عندنا يا جماعه في مصر او في الدول العربيه بتاعتنا بهارات كتيره جدا، كتيره جدا حرفيا. هم مش عندهم البهارات دي كلها، وللاسف عشان البهارات بتاعتنا احنا. وطبعا الاكل بتاعنا هم مش بياكلوه، او مش بياكلوه، مش عندهم. يعني مثلا الفول تلاقيه هنا مثلا اماكن قليله بتبيع فول، اماكن قليله جدا بتبيع الفول نفسه حرفيا. حتى في المحلات العربيه اللي بتعمل الطعميه او الفلافل يعني بيعملوها بالحمص مش بالفول، عشان مش عندهم فول. هم عارفين فاصوليا بس مش عارفين الفول. فاختلاف حاجات بقى للاسف. احنا مثلا بناكل حمام، هم هنا مش عارف. هنا ما شفتش حد خالص بياكل حمام، ده اصلا الحمام بيقول لك رمز السلام عندهم اصلا. وبناكل بط، هنا في بط بس مش شبه اللي عندنا في مصر يعني، اختلاف الاكلات، بس عندنا في مصر احسن طبعا. البرد في روسيا، البرد في روسيا بيختلف على حسب المدينه اللي انت عايش فيها. يعني مثلا عايش في فولجوجراد تحت كده شويه، اللي هو قول مثلا فوق مصر كده شويه، مش موسكو مثلا، موسكو فوق كتير وسان بيتر فوق اكتر وهكذا يعني. فاحنا درجه الحراره عندنا في الشتاء ده تقريبا وصلت لسالب 16 سالب 17 بالهواء، اللي هو لما الهواء يخبط فيك وبتاع يقول لك انت بتحس بدرجه حراره سالب 16 مثلا. فده اقصى حاجه، وفي تلج في كل حته ومش عارف ايه. وفي الصيف طبعا حراره شاسعه زائد 40، بنموت في الصيف. فهو الشتاء سالب 16، بس انت لازم تلبس بقى جواكت وتلبس كوفيه وتلبس مش عارف طاقيه وتلبس مليون الف حاجه عشان تدفى. بس الاماكن يعني السكن والمدارس الجوامع كل الاماكن دي يعني فيها دفايات، مش هتحس بالبرد خالص يعني، غير بس في الشارع. والباصات طبعا، في الباص دفايه بس مش قوي. اسعار الجيم في روسيا، هو الجيمات هنا اسعارها بتختلف على حسب الكبر بتاع الجيم وحلاوه الجيم والمكان بتاع الجيم. يعني مثلا احسن جيم جنبنا هنا بالسنه ب 30000 روبل، 30000 روبل رقم كبير جدا. في جيم رخيص بس هو صغنون على قده يعني، بكام؟ ب 6000 روبل في السنه، في 6000 روبل في السنه. وطبعا لو بالشهر ممكن تدفع 2000 روبل في الشهر، ففي السنه ارخص لك. في جيمات بالشهر يقول لك مثلا كل شهر 1500، كل شهر 3000، هكذا يعني على حسب الجيم. بس هو قول مثلا في الشهر من 1000 ل 3000 روبل مثلا، وفي السنه من 6000 وانت طالع على حسب بقى لحد 30000. يعني يكفيك كام في الشهر في روسيا؟ نتكلم كطالب وعايش سكن جامعي وبياكل من البيت مش بيشتري اكل من بره، فنقول بيكفيك تقريبا في الشهر، قول سكن جامعي مثلا بستة، وفي طبعا سكن جامعية أرخص بكتير، في ب 2000 في ب 3000، بس أنا عايش بستة. تاكل مثلا في الشهر قول ب 10000 روبل، نت ومواصلات ب 2000 روبل، قول كمان حاجات ب 2000 روبل، تقريبا قول 20000 روبل. اللي هو مش هنقول أقل حاجة، في ناس طبعا بيصرفوا أقل، بيختلف على الأكل اللي هم بياكلوه، السكن الجامعي اللي هم عايشين فيه. بس قول مثلا 20000 روبل ده المتوسط، 20 30000 روبل ده المتوسط. لو 20000 روبل معاك كل شهر هتعيش وتسكن جامد قوي. بس لو قاعد بقى في شقه وتدفع في الشقه 20000 لوحدك، فوقتها في حسبه تانية. بس 20000 يعني
لشخص طالب عايش في سكن لا كويسه يعني. بيقول لك كان ممكن تدخل مصر بالمجموع ده عادي بدل ما تروح سنه تحضيريه وتروح روسيا وهكذا. هو الفكره ان انا اول ما جيت روسيا كان الجنيه حوالي ب5 روبل، دلوقتي الجنيه ب1.7 روبل، اللي هو الجنيه ب1.7، اللي هو قول مثلا الجنيه ب2 روبل، وزمان كان الجنيه ب5 روبل. فاول ما جيت روسيا كنا بندفع مثلا للجامعه مثلا 60000 روبل 60000 جنيه، اللي هو حاجه بسيطه خالص يعني. بس دلوقتي طبعا عشان الاختلاف الفلوس الجنيه بقى ب1.7، فانت غصب عنك كطالب عايش في روسيا تساعد في فلوس تشتغل، علشان الفلوس بقت كتيره جدا. تخيل انا بقول لك تصرف في الشهر 20000 روبل على نفسك، اللي هي 10000 جنيه، حوالي 12000 جنيه تقريبا. تخيل تدفع 12000 جنيه كل شهر، فطبعا لازم تشتغل عشان تجيبهم. فانا جيت روسيا عشان كانت رخيصه، دلوقتي بقت غاليه، فلازم تشتغل علشان تكمل. بيقول لك الناس اللي في الغربه بتشتكي، الناس اللي في الغربه بتشتكي دول بيشتكوا علشان لاقيين العيشه غاليه، ومثلا اهلهم بيبعتوا لهم فلوس 10000 جنيه مثلا، 12000 جنيه، 15000 جنيه في الشهر، يلاقيهم طاروا. وطبعا اهلهم ممكن يستثقلوا الفلوس ديت، 15000 جنيه كتير جدا اصلا بالنسبه لمصر في الشهر، كتير جدا. فيقول لك وده على المعيشه مش على الجامعه. الجامعه مثلا قول 130 150 الف جنيه، ده حاجه تانية خالص. فهو لما الواحد ما يشتغلش مثلا فتكون حاجه مستفزه، فلازم الواحد يشتغل علشان يبطل يشتكي، يشتغل ويدرس والدنيا تبقى كويسه، بدل ما يعتمد على اهله اعتماد صرف، ودي تكون مشكله في حد ذاتها فعلا. ايه اسعار التليفونات في روسيا؟ اسعار التليفونات في روسيا شبه اي دوله تانية عادي. قول مثلا من $1000، $1200، حاجات كده، اللي هو $800، شبه اي دوله تاني، مثلا شبه مصر، شبه اي دوله، اي دوله دول اوروبا هكذا يعني. نفس الفلوس هي عندنا في روسيا، مش ارخص ومش اغلى، اللي هو لا مصنفينها عادي، هي نفس الدول الخارجيه يعني. الدعوات للمصريين فتحت ولا لسه؟ السؤال ده بيتكرر مليون الف مره. لا ما فتحتش، ما حدش بيعرف يجي روسيا، مفيش دعوات لطلاب، مفيش حاجه فتحت، وممكن ما تفتحش اصلا. ممكن ما تفتحش، يقول لك هتفتح، لا ممكن ما تفتحش وعادي. ممكن ما حدش مش عايزين عرب تاني يجوا روسيا في دماغهم بقى، مش عارف. ممكن مش عايزين عرب تاني يجوا روسيا، بس هي لا ما فتحتش، ومفيش كلام انها تفتح، وادينا مستنيين نشوف اللي يحصل يعني. اسعار الاجور في روسيا كام؟ وعادي اشتغل وانا بدرس؟ عادي اشتغل وانت بتدرس في حاجه اسمها بدربوتكا، اللي هو تشتغل بجانب الدراسه، تشتغل عامل توصيل، تشتغل آه مثلا في الاجازه تشتغل تشيل طوب وهكذا، تروح مثلا تشتغل في مصنع مثلا ايام اجازه الخ يعني. ممكن تشتغل وانت بتدرس عادي يعني، مش مجبور انك ما تشتغلش. لا عادي. وكمان خلي بالك قانوني ان الطالب يدرس وكمان يشتغل، اللي هو شغل ما يعطلهوش عن الدراسه، وبيكون بعدد ساعات مش كتير، يعني مثلا ما تشتغلش 12 ساعه كل يوم، يعني مش هتعرف تعملها وانت بتدرس، مش هتعرف تعملها. فلا عادي قانوني وتشتغل. وفي الغالب الناس هنا بيشتغلوا عامل توصيل اكل وهكذا يعني. يقول لك شغل يوم في روسيا يجيب ايه؟ شغل يوم في روسيا لو هنقول هتجيب مثلا 3000 روبل في اليوم. 3000 روبل تجيب حاجه كتيره بامانه. 3000 روبل مثلا تدفع لي نص فلوس السكن الجامعي في الشهر. انا مثلا عايش في السكن الجامعي ب 6000 روبل، 3000 روبل ديت تدفع لي نص السكن الجامعي. 3000 روبل ديت ممكن تاكلك مثلا 5 ايام او 6 ايام. 6 ايام لو كل يوم مثلا صرفت 500 روبل، 6 ايام، 6 في 500 ب 3000. 6 ايام تاكلك. 3000 روبل دي ممكن تشحن بيها النت 3 شهور او كام. لو النت بتاعك مثلا ب 500 روبل تشحن نت 6 شهور. تشحن مواصلات 3 شهور. لا 3000 روبل كتير برضه، مش قليل. 3000 روبل كويسه يعني. ايه عيوب روسيا؟ عيوب روسيا حاليا، مش من 4 سنين فاتوا، لا حاليا انها بقت غاليه. روسيا بقت غاليه. ليه بقى بقت غاليه؟ علشان الجنيه زمان كان ب5 روبل، دلوقتي الجنيه بقى بحوالي 1.7 روبل، اللي هو قول 2 روبل مثلا. فكان ب5 بقى ب2. فالفرق ده مخلي روسيا غاليه للناس اللي بياخدوا فلوس من مصر. فانت لو بتاخد فلوس من اهلك من مصر، فحرفيا اهلك بدل ما كانوا بيبعتوا لك 5000 جنيه، لازم يبعتوا لك 12000 جنيه. شفتوا الفرق عامل ازاي؟ لو مصاريف الجامعه افترض كان 70000 جنيه، دلوقتي بقت 160000 جنيه. فلازم تشتغل، علشان لو ما اشتغلتش مش هتعرف تعمل حاجه في حياتك.
للاسف عشان الفلوس بقت كتير قوي. التامين الصحي في روسيا، التامين الصحي ده يا جماعه محتاجينه علشان لو انت تعبت او حصل لك حاجه لا قدر الله، ترن على المستشفى او ترن على التامين الصحي يقول لك تروح اي عياده اي مستشفى الخ، ويحجز لك ميعاد عند الدكتور وتروح وتتعالج. وفي 99% من الحالات ببلاش تتعالج يعني. غير مثلا حالات بقى مش شاملها التامين الصحي. التامين الصحي بيكون بكام؟ بيكون 5000 روبل تقريبا في السنه. بس هو محتاجه طبعا، انت محتاجه طبعا طبعا طبعا. وفي الغالب لو انت اسنانك وجعاك وعايز تروح لدكتور السنان، فلا مفيش اي حاجه تقريبا في التامين الصحي شامله اي حاجه في السنان، فهتدفع فلوس لحد ما تقول بس بقى لو تعبان عندك كحه راسك وجعاك مش عارف ايه، لا تروح وتتعالج ببلاش يعني. هو لازم جنسيه علشان اشتري شقه وعربيه في روسيا؟ لا مش لازم جنسيه. في ناس كتيره خالص انا عارفهم اشتروا عربيات عادي خالص واشتروا شقق عادي خالص برضه من غير جنسيه ومن غير حاجه. وكمان بيقول لك الشقق لما تشتريها بتساعدك انك تحصل على الجنسيه، بتساعدك يعني بتساعدك شويه. بس عادي لو انت اجنبي تشتري اللي انت عاوزه في الاراضي الروسيه ما حدش يقول لك حاجه، وده حقك اصلا عادي خالص. اسعار الملابس في روسيا، اسعار الملابس في روسيا بتنقسم على حسب ما انت عايز تشتري. يعني مثلا ايه، عايز تروح تشتري من ماركه تدفع مبلغ وقدره في الماركه وهتستاهل. يعني مثلا بنطلون جينز مثلا على سبيل المثال ب 2000 روبل، هتروح تشتريه من محل مشهور ومش عارف ايه وفعلا يستاهل 2000 روبل. في اماكن بقى رخيصه بيبيعوا حاجات بس جوده تعبانه شويه، مثلا بنطلون جينز مثلا ب 1200 روبل، هتشتريه وممكن يقعد معاك سنه، بس بعد السنه ممكن يبوظ، او مثلا من الغسيل الكتير يبوظ، من العرق يبوظ، هكذا. فحتى يقول لك ايه، الحاجه اللي بفلوس كتيره بتكون احسن في اللبس فعلا. اوقات كده بتكون القانون ده ماشي صح يعني. بس انت لو عاوز حاجه تمشي بيها نفسك اشتري من الاماكن الرخيصه، حاجه تبوظ وهتغيرها وهكذا. مثلا بنشتري جزم ب 1000 روبل وتغيرها تغيرها تغيرها، بدل ما تروح تشتري جزمه مثلا ب 4000 روبل وممكن برضه تبوظ. فبنجيب الحاجه الرخيصه ونجيب غيرها لما تبوظ وهكذا احسن. نصيحه لطالب نفسه يمشي من البلد، لو نفسك تمشي من البلد اللي انت عايش فيها وعايز تروح تدرس في اي دوله تانية وبالاخص روسيا عشان انا عايش فيها يعني، فلازم تعرف ان انت تصرف فلوس كتيره جدا، ولازم تكون قد الحوار ده، ولازم تكون بتاع شغل عشان هتشتغل وتتعلم روسي او تتعلم اللغه اللي انت عاوزها يعني على حسب الدوله، وتتعامل مع الناس وتبقى لوحدك من غير اصدقاء ولا اهل ولا اي حاجه، تشتغل عشان تجيب الفلوس عشان تعرف الفلوس دي تخليك تكمل حياتك. من غير الفلوس دي مش هتعرف تكمل. فلازم تشتغل كتير 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 آه بس علشان تبقى تعرف ما فيش حاجه بالسهل، ما فيش حاجه سهله يعني. فان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. سعر الشقق في روسيا، هو المكان اللي انا عايش فيه ده في قول مثلا انا اقسم بس الحاجه عشان تكونوا فاهمين. في شقق وفي اوض في اوبش وفي استوديوهات. وطبعا الاستوديوهات بيكون اقسام والاوض في اوبش اقسام والشقق بيكون مثلا اقسام برضو كتيره الخ يعني. بس قول سؤال على الشقق، فقول مثلا لو هتشتري شقه اوضتين قول مثلا من 3 مليون وانت طالع. طبعا على حسب المكان اللي تشتري منه، هتشتري فين يعني المكان، من هنا ولا من هنا ولا من هنا، والشخص اللي تشتري منه هل هو سمسار، هل هو مش عارف ايه شركه مش عارف ايه وهكذا. و... وطبعا الريمونت او الصيانه بتاعه الشقه، هل مثلا الشقه جامده قوي والشقه يعني بسيطه مش جامده، الدور الكام الشقه، هل هي في برج ولا مبنى عادي، الحاجات دي كلها بتفرق. بس قول مثلا 3 مليون وانت طالع، 3 مليون روبل وانت طالع. القانون في روسيا، هو القانون في روسيا يا جماعه كله بيمشي عليه تقريبا حاجه جامده جدا. مثلا اقل مثال طريق المشاة مثلا، عشان تعدي الطريق في اشاره مشاة، ما فيش عربيات مثلا بتعدي وهي الاشاره مشاة فاتحه، ما فيش حاجه بتحصل من الحاجات ديت. كله بيمشي على حسب القانون ما بيقول لك ايه. فحتى في التعامل الناس معاك ما فيش حد بيشتمك ومحدش بيتخانق معاك هنا اصلا، محدش بيقدر يلمس حد كده، ما فيش ده فيها قضيه وفيها شرطه والخ يعني. فكله ماشي ورا القانون. وبجد دي احسن حاجه شايفها هنا، ان القانون ماشي تقريبا اللي انا شايفه 99 و99%. فدي حاجه جامده جدا يعني. هل اسم محمد بيسبب مشكله في روسيا؟ في ناس كتير خالص انا عارفهم اسمهم محمد ولا مفيش. حتى الروس بيحبوا اسم محمد اصلا، اللي هو عشان سهل يقول لك مخمد او مجمد او مخمد اي حاجه، فهو سهل انهم بيقولوه. فلا مفيش ولا بيضايقهم ولا اي حاجه خالص وعادي. والروس اصلا زي ما قلت لكم زمان، الروس كانوا عايشين في الاتحاد السوفيتي مع جنسيات كتير قوي. وطبعا ناس كتير جدا منهم مسلمين، ولحد الان داجستان والشيشان مسلمين وهم جوه الاتحاد الروسي دلوقتي.
فهم متعاملين مع الروس، فلا عادي خالص، اسم محمد عادي يعني، ايه المشكله يعني. اسعار الاكل في روسيا، الاسعار الاكل بتختلف على حسب ما تشتري امتى وتشتري فين. ازاي بقى؟ يعني مثلا هتشتري من فين؟ شوف مثلا محل، في محلات هنا رخيصه، في محلات غاليه. مثلا ارخص محل ممكن تلاقيه هنا عشان لنتا رخيصه جدا، وبعدين تلاقي بتروشكا والماجنيت والحاجات دي. بتشتري امتى بقى؟ في اوقات مثلا بتكون الحاجه رخيصه لو موسم الحاجه، مثلا موسم البطاطس، موسم المانجا الخ يعني. وفي حاجه تانية مثلا عروض، مثلا الفراخ قبل ما تنتهي مثلا بثلاث ايام بيكون قال لك اهو خصم يا جماعه 30% 40%. فعلى حسب ما تشتري امتى وتشتري من فين تلاقي الاسعار. بس الاسعار قريبه شويه من مصر، مش اوفر غاليه، بس لا قريبه شويه من مصر يعني الاسعار. هل ممكن ان انا اعمل واوفر جميع مصاريف الدراسه مع العلم ان انا ادرس طب؟ اه عادي، ممكن تعمل عامل توصيل مثلا. حتى الراجل اللي معاه في الاوضه بيعمل عامل توصيل في ياندكس. توصل اكل، توصل حاجات لمده مثلا، قول كل يوم مثلا 5 ساعات 6 ساعات، هتوفر مصاريف كويسه. بس انك توفر مصاريفك الشخصيه تعيش بيها بقى، سكنك مش عارف ايه. بس انك توفر مصاريف الجامعه، تجيب مثلا في السنه قول 300,000 روبل، انا ما وعدكش، ما وعدكش بالحته دي. بس انك تعيش بشغلك تعيش، بس فلوس الجامعه لا لا، صعب 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 بامان، بس مش مستحيل. صعب مش مستحيل، صعب. بس يقول لك كيف التدريس باللغه الروسيه، هل تنصح بيها ولا الانجليزيه؟ انا انصح بشده لو هتدرس في روسيا باللغه الروسيه، علشان الشعب هنا روسي. فتخيل انك تاخد المعلومات من شخص لغته الاساسيه هو اللغه اللي بتدرسك بيها. كانك مثلا انت عربي اهوت ودكتور، ودرست بالعربي وطول حياتك بالعربي، مثلا دكتور بالعربي. افترض يعني اننا درسنا الطب كله بالعربي، فانت لما تيجي تشرح تعرف تطلع احلى حاجه عندك. فهو لما روسي يطلع لك احسن حاجه عنده. فنصيحه، اسمه ايه ده، روسي احسن من الانجليزي بكتير. ادرسوا بالروسي يا جماعه، السنه التحضيريه وقوي نفسكم في خش سنه تحضيريه وقوي نفسكم في الروسي، وخش طبعا درسوا بالروسي، بالروسي احسن بكتير. واحد يقول لك هل ممكن افتح حساب في بنك وانا في دوله اجنبيه عبر النت يعني؟ بنك في روسيا؟ لا ما ينفعش. حتى لو انت في روسيا وطالب اجنبي، ما ينفعش اصلا تفتح حساب في اي بنك. حتى البنك الوحيد اللي هو تينكوف اللي ممكن تفتح فيه حساب اونلاين، لازم الشخص يجي لك بالعربيه في وقت الاستلام وتقابله وتوري له الورق بتاعك عشان تستلم الكارته. واي بنك يقول لك لازم انت تيجي بنفسك عشان انت اجنبي مش روسي. فلو انت بقى في دوله اجنبيه وعايز تعمل حساب في روسيا، لا مفيش الكلام ده، لازم تكون في روسيا ولازم تروح البنك بنفسك. انت جاي على حسابك ولا منحه؟ انا جاي على حسابي، و99% من الناس جايين على حسابهم. كلنا بندفع فلوس كل حاجه، فلوس سكن، فلوس الجامعه، فلوس الاكل والشرب، فلوس كل حاجه، وبنشتغل عشان نعرف نجيب الفلوس ديت. ففي ناس جايين بمنح ايوه، بس مش كتير. ومش كتير في فولجرات في مدن تانية وجامعات تانية الخ مش عارف ايه شروط المنح اصلا، ما اختلطتش انا بالحته دي. بس لا كلنا جايين بفلوسنا. واحد يقول لك يعني انت جيت روسيا عشان تشتغل عامل بناء؟ ده على الفيديو بتاع عامل بناء اللي كنت نزلته، هو ده اللي كان متوفر وقتها. انت كطالب غصب عنك عشان تجيب فلوس لازم تشتغل اي حاجه، عامل توصيل، عامل بناء، عامل بتنجان، اي حاجه تشتغل عشان تجيب فلوس. فوقتها ده اللي كان متوفر من قله علمي وقله اللي انا كنت فاهمه يعني. فالناس قالوا لي عليه مش عارف ايه، رحت اشتغلت والخ، وكان متعب وكنا بنموت حرفيا وفي البرد وكنا بنشيل حاجات تقيله. بس ده كان المتوفر وقتها. وايه المشكله بنشتغل عامل بناء يعني؟ ده احسن ناس اصلا بيشتغلوا عامل بناء، وفلوس وتجيب فلوس وتعيش وهكذا. فلا مفيش عيب اصلا، مش عيب. وحتى لو بتدرس طب مفيش عيب، مش عيب. سؤال تاني على الدعوات، يقول لك الدعوات تفتح امتى؟ الدعوات محدش عارف هتفتح امتى. الدعوات دي اللي ما يعرفهاش هي اللي انت بتاخدها من روسيا من الجامعه بقى، علشان تعرف تعمل فيزا عشان تعرف تيجي روسيا. فلو مفيش دعوه مفيش فيزا مفيش روسيا. فالدعوه تفتح امتى محدش عارف. واللي يقول لك هتفتح يوم كذا او شهر كذا، لا مفيش محدش عارف لا. وسيب على الله. ولو عايز تسافر بره مصر او تسافر بره الدوله اللي انت عايش فيها، شوف لك بديل بقى تاني، وان شاء الله خير يعني. بس محدش عارف هتفتح امتى لا.